ودائما في اطار حلويات العيد السهله البسيطه الاقتصاديه بلا عدب بلا تماره، جيتكم بهذا الصبريت اللوز الراقي بثلاثه نكهات الشوكولا. نتمنى ما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم ولايكاتكم. وهنا المقادير. بالنسبه للمقادير الصابلي هذا غادي يحتاجوا 125 غرام زبده حيوانيه، وإلا بغيتو تستعملوا زبده نباتيه استعملوها. وغادي يحتاجوا معلقه كبيره هكا ديال زبده البسكويت، ويمكن لكم تستغناو عليها. وتنديروا قبصه ملح و80 غرام سكر بودره. تنمزجوا المكونات مزيان غير بيدينا، ودائما الزبده الا بغيتو تخدموا بها من الاحسن تكون بحراره المطبخ. ومن بعد ما تنمجوا المكونات مزيان على شكل بوماد، هنا تنضيفوا 50 ملل زيت نباتيه، ونضيفوا عليهم ملعقه كبيره بخانيني مع ملعقه صغيره فانيليا سائله، ويمكن لكم ديروا غير بودره الفاني العاديه. وهنا تنديروا بيضه حتى هي، وتنخلطوا المكونات كلها حتى تندمج مع بعضياتها. وتنضيفوا 50 غرام لوز مهرمش من بعد ما حمرنا وطحناه، و30 غرام الفيوتين. وهنا ما تنمجوش المكونات بزاف باش هكا ما تيتهرش معنا داك الفيوتين. وهنا تنضيفوا الدقيق ديالنا شويه بشويه، وما ننساوش واحد 2 معالق القهوه حتى هي تتوالم معها. ديك النكهه القهوه مع الشوكولا تتجي يا سلام. وبالنسبه للبنات اللي بغاو فيها كميه اللي هي كثيره، يمكن لكم تضاعفوا المقادير. وهنا كما قلت لكم تنضيفوا الدقيق شويه بشويه، وما تنعجنوش هذا الخليط هذا باش داك الفيوتي ما تيتهرش معنا وتيغبر. وبالنسبه لكميه الدقيق اللي احتاجينا 300 غرام تقريبا. وكما قلت لكم دائما ما تديوش على العبارات، فيمكن لكم تحتاجوا قل او اكثر، كما تنقول لكم دائما على حسب حجم البيضه وعلى حسب نوعيه الدقيق. وهنا تنديروا ما بينهم جوج بلاستيكات، تنخليوه هكا تيرتاح وعاد تنخدموا به. وبالنسبه للتزيين غادي نحتاجوا هنا اللوز من بعد ما هرمشناه وحمرناه وغربلناه هكا في بوصيه، تيجيو هكا حبيبات باينين وما فيهمش داك دقيق اللوز. ومن بعد الصابلي مرتاح هكا تندلكوه ما بين جوج ورقات، وتندخليوه في الثلاجه حتى تيبرد، وعاد تنقطعوه بالقطعه كيما هادي. والحجم ديالو تيجي هكا، ما تيجيش رقيق بزاف وما تيجيش غليظ. من الاحسن تستعملوا هذا الطابع هذا من بعد ما تطبعوه تزيروه هكا في الرخامه باش تيجي الشكل ديالو مضغوط ومطبوع مقاد، وهكا تيجي بشكل متساوي. وهنا تنستفوه في اللاطه ديالنا اللي غادي ندخلوه بها الفران. وإلا ما عندكمش الطابع هذا يمكن لكم تطبعوه هكا غير بالكاس، لان دوك الحواف ماشي مهمه، لان مازال غادي نغطسوه في الشوكولا. وهنا من بعد ما طاب تيجي مقرمش فتيه شي تاكلوا فيه هكا بلا ما ديروا ليه والو، تيجي واحد البنه فيه يا سلام. طيبوه في الفران على نار هادئه باش هكا يجي معكم مقرمش، ما تزربوش عليه ويتخطف معكم. ونعاود ناكد لكم اللوز خصو يجي مهرمش هكا حبيبات باينين. من بعد ما تتغربلوا في بوصير كما قلت لكم في النوبه الاولى ضروري، لان داك الدقيق ضروري ما خصوش يكون فيه. واحسن حاجه طحنوه وتهرمشوه قبل ما يتحمر، لان الا مشى تتحمر تيولي معكم دقيق اكثر. وبالنسبه للتزيين غادي يحتاجوا الشوكولا بيضاء والشوكولا السوداء، والشوكولا اللي خلطنا ما بين السوداء والبيضاء تيجينا داك اللون هكاك مارون مفتوح. تاخذوا الزلافه لاروب ديال الشوكولا السوداء تزيدوا عليها 2 معالق ديال البيضاء باش يخرج لكم من هذا اللون هذا. وإلا بيتو الحلوه ديالكم طلع لكم مزيانه بنكهه طيبه، من الاحسن انا تنصحكم ديروا نوعيه الشوكولا نوعيه ممتازه. وبالنسبه للاخوات اللي ما في استطاعتهم تيشريو نوعيه جيده، يمكن لكم تكتفيو غير بكالا نكهه مزيانه، وهكا ديروا الحلوه وما تعكزوش. وبالنسبه اللي ما عندهاش اللوز يمكن ليها دير كاوكاو. وهنا الصابلي من بعد ما لبسناه من انواع الشوكولا تيجي على هذا الشكل هذا بالوان مختلفه، تيجي هكا تيشهي. يمكن لكم تزينوا به بلاطواتكم اولا ديروه في شي اناء غير هكا بوحدو، تيجي انيق مزيان تيشهي. وكما قلت لكم في الاول ماشي ضروري ديروا زبده البسكويت والبخانيني، يمكن لكم ديروا اللي عندكم وتخرجوه. ما يمكن لكم تخدموا غير بزبده نباتيه هكا ما تحرموش ريوسكم. وبالنسبه للشوكولا الا ما بغيتوش تطليو هكا بانواع الشوكولا الثلاثه، يمكن لكم ديروا غير نوعيه وحده. اما الا تبعتوا نفس الطريقه اللي في الفيديو تتجيكم واحد الحلوه انيقه قمه في الروعه، وتيجي فيها داك اللوز هكاك باين تاكلي في اللوز ماشي غير ديبه. وهنا المذاق موجود والشكل حاضر. نتمنى منكم انكم تجربوها وتردوا عليا في التعليقات. وكما اقول لكم دائما، اذا كنتم من عشاق الوصفات السهله البسيطه الاقتصاديه المختصره في دقائق، ما تنسوش لايك اشتراك باش هكا يوصلكم كل جديد. كل جديد دائما مع اطباق بيتنا مع فله.